الملك محمد السادس حفظه الله، زيارة ستزيد من تعميق أواصر العلاقات الثنائية المتوافقة والمتطابقة في الرؤى وفي المواقف الثابتة والحازمة مع حاضر هذه العلاقات ومستقبلها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، في مقدمة مستقبل فخامة السيد فرانسوا هولاند. تفاهم استثنائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، فهو واقع ملموس تجسده كثافة الروابط العريقة ودينامية الشراكة المتعددة الأشكال وتطابق وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. فالمغرب وفرنسا يحتفلان اليوم هنا بمدينة طنجة باللقاء بين حليفين تجمعهما شراكة راسخة ودائمة مبنية على الثقة، نسجت منذ أمد بعيد وتستشرف المستقبل، وتندرج كثافة هذه العلاقات العريقة المؤسسة على التقدير المتبادل والقيم المشتركة في إطار الاستمرارية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. روابط نموذجية وعلاقات اقتصادية مكثفة تنمو في إطار الاحترام والمصلحة المتبادلة للدولتين، إذ تتصدر فرنسا قائمة الشركاء التجاريين للمملكة بحجم مبادلات يقارب 9 مليارات أورو. فالبلدان قطعا شوطا بعيدا في إطار علاقات ثابتة هادئة وفاعلة تتعزز اليوم ضمن بعد إقليمي إفريقي ومتوسطي، مستشرفة مستقبلا واعدا لشعوب المنطقة. جلالة الملك وضيفه الكبير يستعرضان تشكيلة من الحرس الملكي التي تؤدي التحية الرسمية. إن علاقات الشراكات المثالية بين المغرب وفرنسا تيسر شروط تنمية مشتركة وشاملة، وذلك لأن الروابط المتينة بين البلدين تستمد قوتها من التاريخ والقيم المشتركة، فهي شراكة ثنائية متميزة تتخذ بعدا إقليميا إفريقيا بل وأوروبيا، شراكة تنبع من أهمية روابط الصداقة الشخصية والتقدير المتبادل التي تجمع بين قائدي البلدين. ويتقدم للسلام على فخامة السيد فرانسوا هولاند رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن كيران، ورئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العالمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، ومستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة، وعدد من أعضاء الحكومة. كما سيتقدم للسلام على السيد فرانسوا هولاند الحاجب الملكي والناطق الرسمي باسم القصر الملكي مؤرخ المملكة
وسفير الجمهورية الفرنسية المعتمد بالرباط، وسفير صاحب الجلالة بباريس، والجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والجنرال دو ديفيزيون قائد الحرس الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسة والمستندات، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وممثل الهيئات المنتخبة والسلطات المدنية والعسكرية المحلية. شراكة مغربية فرنسية تندرج ضمن سياق تقاسم القيم من خلال خارطة طريق طموحة ومحددة بشكل جيد تتيح لمقاولات البلدين اكتساب مزيد من التنافسية على الصعيد العالمي وولوج أسواق جديدة. ويتقدم للسلام على جلالة الملك هنا بمطار طنجة بن بطوطة أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الفرنسي، وكذا أعضاء سفارة فرنسا بالرباط. ويتألف الوفد المرافق لفخامة السيد فرانسوا هولاند خلال زيارة الصداقة والعمل الرسمية التي يقوم بها للمملكة على الخصوص من السيد لوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، والسيدة سيغولين رويال وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة، والسيدة نجاة فالو بالقاسم وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث، والسيدة مريم الخمري وزيرة العمل والتشغيل والتكوين المهني والحوار الاجتماعي، والسيد جون ماري لوغوين كاتب الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والسيدة إليزابيث جيكو نائبة برلمانية لسين سان دوني رئيسة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، والسيد ميشيل فوزيل نائب برلماني للبوش ديرون نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، وشخصيات مدنية وعسكرية. وتتميز العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا بغنى نادر يجمع بين المصالح المشتركة والرؤى المتقاسمة تجاه أبرز القضايا الراهنة، وروابط حميمية توطدت على مر السنين والتاريخ المشترك وكثافة المبادلات الإنسانية. وإلى جانب الروابط التاريخية والثقافية المتميزة ينضاف تفاهم سياسي جيد وشراكة اقتصادية متفردة لتشكل كلها رأس مالا ثمينا على البلدين استثماره بشكل كامل للرقي بعلاقتهما إلى مستويات جديدة من التقدم. في المغرب كما في فرنسا تجمع الأوساط السياسية وأوساط الأعمال على ضرورة الاستفادة بشكل كامل من المستوى الجيد الذي بلغته العلاقات بين البلدين ومن الإمكانات الهائلة التي توفرها. وتأتي سيداتي سادتي زيارة الصداقة والعمل الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للمغرب بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتؤكد قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الاستثنائية التي تربط بين المملكة المغربية وفرنسا، وإرادتهما المشتركة في تعزيزها أكثر من أجل رفع تحديات القرن 21. ويعمل المغرب وفرنسا البلدان القويان بتاريخهما ومصيرهما المشترك، واللذان يحذوهما طموح التجديد بشكل دائم على تمتين تشبثهما بغنى روابط وقوة صداقتهما، والنهوض بحيوية تعاونهما على كافة المستويات وخاصة الاقتصادية.
وبالفعل فقد تجسدت إرادة البلدين في إعطاء دينامية جديدة لعلاقتهما الثنائية المتجدرة في التاريخ خلال اللقاء الذي جرى في فبراير الماضي بباريس بين صاحب الجلالة والرئيس الفرنسي. إلى هنا سيداتي سادتي أودعكم وإلى اللقاء.